وصفة النهاردة بقى من الوصفات اللي مهما اعملها ما كانتش بتنجح معايا. دايما تنزل مية مبتطلعش حلو، ما بتطلعش. يعني هو مش بس الطعم، انا عايزاها تبقى مظبوطة زي ما الكتاب بيقول. لحد بقى ما روحت كده مطعم كبير واكلتها هناك، ولقيتها فعلا مظبوطة ظابطة رهيبة. ما مشيتش من المطعم غير لما قابلت الشيف بتاع المطعم، وقال لي هناك بقى على اسرار وتكات، ويعني سر المهنة كده زي ما بنقول. وطبعا بشكره جدا بجد من كل قلبي ان هو طلع لنا الاسرار دي، مش هتعرفوها غير معايا هنا في الفيديو ده. وطبعا كده عرفتوا احنا هنعمل ايه النهارده. هنعمل كوسة بالبشاميل، من احسن الوصفات اللي ممكن ناكلها في الصيف. يلا قبل اي حاجة دعموني بلايكات كتير وشير وكومنت واشتراك حلو كده زيكم، ويلا بينا نشوف الطريق. اول حاجة خالص هنبدأ ان احنا نعصج اللحمة بتاعتنا. تابعوني للاخر علشان هقولكوا ازاي نطلعها مظبوطة زي ما الكتاب بيقول بالظبط. هنجيب الطاسة بتاعتنا نحطها على النار، وهنزل باللحمة. مش هحط اي دهون خالص لان اللحمة دلوقتي هتنزل الدهون بتاعتها. ده طبعا لو انتوا جايبين اللحمة فيها نسبة من الدهون. اهي خلاص هي نزلت الدهون بتاعتها. وشوحناها كده على النار قبل اي حاجة خالص، قبل ما اضيف لها اي اضافات. بعد كده هديها رشة من الملح. الملح هنا فايدته ان انا لما بحطه على اللحمة الاول بيخليها مفيش تكتلات، بتلاقيها كلها سوى واحد ومفيش تكتلات، بقى بتلاقوش ايه حتة تخينة وحتة رفيعة وهكذا. هنديها رشة من القرفة، هنديها رشة من السبع بهارات، وهقلبهم مع بعض. هتلاقي ريحتها راحت في حتة تانية خالص. بعد كده هنزل بالبصل بتاعنا عليها. بنبقى مقطعين بصلاية متوسطة او بصلاية كبيرة، مش بتفرق قوي، ولكن بتدي طعم حلو جدا في تعصيجة اللحمة. اللي عايز يشوف تعصيجة اللحمة بس هتبقى موجودة، لان انا مقسمه لكم الفيديو على 3 حاجات هتلاقوهم موجودين عندكم. هنقلب بقى البصل كده مع اللحمة بتاعتي، وطبعا هتبدأ بقى كله يستوي في بعضه زي ما انتوا شايفين. ما بحبش اضيف لها اضافات تانية بصراحة، يعني ما بحبش اضيف فلفل، ما بحبش اضيف اي حاجة، لا، عشان تبقى نكهة اللحمة نفسها موجودة، ومفيش اي حاجة تانية تغطي عليه. هنسيبها بقى شوية لحد ما تستوي كده زي ما انتوا شايفين. اهو هي كده استوت معانا خلاص. هنسيبها بقى على جنب كده تبرد شوية، وهنبدأ نجيب الكوسة بتاعتنا. طبعا هنكون يعني غسلينها كويس جدا، وهنبدأ ان احنا نقطع الجزء اللي فوق زي ما انتوا شايفين كده، وهقطع الجزء اللي تحته. تابع معايا الفيديو للاخر عشان اقولك بجد اسرار عمرك ما هتعرفيها غير عندي هنا بس. اهو قطعنا الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. هنجيب بقى اي سكينة مشرشرة، اي مقورة. عارفين انتوا المقور اللي بتيجي ديت بنقور بيها، بيبقى فيها حتة مشرشرة كده. هنقطع بيها الكوسة عشان تديني شكل، بس يكون شكله حلو كده، تبقى شكلها جميل. وطبعا بنغسلها كويس وبنصفيها في اي مصفى عندنا. لما بنيجي نقطعها بقى، دي برضو من الحاجات اللي هتخلي الوصفة معانا ناجحة. ما بنقطعهاش رفيعة ولا تخينة قوي، يعني بنقطعها في سمك وسط زي ما انتوا شايفين كده، تبقى محملة، يعني تبقى الكوسية نفسها محملة. ليه بقى؟ عشان ما تنزلش المية بتاعتها معانا. دي برضو من الحاجات اللي بتخليها ما تنزلش المية. بعد كده بحطها في مصفى، بسيبها تتصفى، بتنزل اي سوائل زيادة موجودة فيه من المية طبعا اللي احنا غسلناها بيها. تمام، لان الكوسة لما بتتحط على النار بتنزل مية تاني. هنجيب بقى اي طاسة كده على النار اهو، هنحط لها معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت. هنحط سمنة طبعا تكون بتدي ريحة حلوة، يفضل سمنة بلدي لو موجودة، زبدة صفرة، زبدة بلدي زي ما احنا عايزين، مش هتفرق. تمام، بنحط معلقة زيت ومعلقة من الزبدة كده زي ما احنا عملنا. واول ما تبدأ تسيح معايا هنزل بالكوسة بتاعتي. هنا بقى تركاية مهمة جدا، تابعوا معايا عشان تعرفوها، وازاي الكوسة بتاعتكم ما تطلعش فيها مية. لان دايما لما بنعمل صينية الكوسة بتلاقوا مية كتير قوي نزلت، بتبقى مية كده معاكم،
متبقاش لطيفة، حتى لو الطعم حلو بس هي مش مظبوطة، القوام بتاعها مش مظبوط. فهي ده اللي احنا هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. تبلناها بقى كده بشوية ملح وفلفل، وحطيت لها شوية 7 بهارات، حطيت لها كمان مكعب من المرق، طبعا ده بينقلها في حتة تانية خالص، بيخلي طعمها رايح في حتة تانية خالص. وهنفضل بقى ايه، نقلبها كل شوية، يعني ما بسيبهاش على النار تتهري، او ما بسيبهاش ان هي جزء يبقى مستوي قوي وجزء يبقى مش مستوي، كل شويه بقلبها يمين وشمال كده اهو. بنفضل نجيب بقى اللي تحت فوق واللي فوق تحت، عشان كله ياخد طبعا من التوابل اللي احنا حطيناها، وياخد طعم التوابل كلها. ده غير ان انا لما بقلبها كل شويه ما بديهاش فرصه انها تتهري، بسيبها شويه وبرجع لها تاني، يعني مش بنساها، لا احنا مش بنطبخها، احنا مجرد بنشوحها، وفي نفس الوقت هديها فرصة انها تنزل المية بتاعتها الزيادة اهو. بصوا استوت معايا اهي، هي نزلت ميتها، ما بنحطلهاش مية خالص، هي نزلت ميتها، وبسيبها تشربها وبرجع اقلبها تاني لحد ما توصل معانا للقوام ده. بصوا السوائل قلت خالص اللي موجودة فيها، وبرضو ما نزلتش سوائل كتير بسبب ان احنا قطعناها السمك ده، ما قطعناهاش رفيعة قوي ومش تخينة قوي طبعا عشان متبقاش شكلها حلو او طعمها مش حلو، لا احنا وصلنا 3/4 سوا زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نشيلها. وبرضو هنا تركاية مهمة جدا، قلتلك مش هتعرفي اسرارها غير عندي هنا، وتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان اقول لكم هنعمل فيها ايه بالظبط. هنبدأ ناخدها في مصفى تانية نصفيها برضو اهو زي ما انتوا شايفين. وبجد هو قال لي شوية حاجات من الحاجات اللي تخلي القوام بتاعها مظبوط، ما تنزلش ميه كتير خالص، وتطلع معاكي فعلا زي ما الكتاب بيقول، يعني تطلع كده بقى الخرطة بخرطتها كده، ولا يعني ما تبقاش فيها ميه كتير وما تنزلش سوائل كتير ومتبقاش شكلها مش حلو. خلاص احنا هنسيبها تتصفى شوية، وهنيجي بقى للخطوة التالتة، طريقة البشاميل بتاعتها. هنا البشاميل يعني معيار الدهون بمعيار الدقيق، يعني هنحط، انا هنا حطيت 5 معالق من السمنة على زيت، ما بحطش سمنة صافي بصراحة، بحط سمنة على زيت عشان ما تبقاش تقيلة قوي، وبحط معاها 5 معالق من الدقيق. طبعا الدقيق بيكون معلقة هرمية كده، ما باخدش معلقة دقيق يعني رفيعة، لا احنا بنملى معلقة دقيق معلقة دقيق، يعني بتبقى هرمية. 5 معالق عليهم 5 معالق بالظبط عشان ما تتلخبطوش، وبحطهم على النار وبقلب لحد ما الدقيق بتاعي ميبقاش فيه اي تكتلات اهو. بنقلب وكمان بشم ريحة الدقيق ان هو استوى، لان الدقيق برضو دي من الحاجات اللي بتخلي البشاميل بتاعك مظبوط. ان انا في ناس بتحط السمنة مع الدقيق وتقلب كده تقليبة وخلاص وتروح حاطة اللبن، لا هنا بتحسي بطعم الدقيق وانتي بتاكليه ان هو مش مستوي، بيبقى طعمه مش حلو. فاحنا هنا حطيناهم اهو لحد ما بقى كريمي خالص، ومفيش اي تكتلات خالص من الدقيق، تمام. ولقينا ريحته طلعت ان هو استوى خلاص. في المرحلة دي اقدر ان انا انزل باللبن بتاعي. هنا نزلت بحوالي 4 كوبايات من الحليب، بنزل عليهم مرة واحدة. وبرضو حاجة مهمة قوي ان احنا البشاميل بتاعنا يكون كريمي وقوامه كريمي كده وحلو، ان الحليب يكون بارد. طالما هنحط الحليب على الدقيق والسمنة وهم سخنين، لازم الحليب يكون بارد ما يكونش سخن، او العكس استنى ان هم يبردوا واحط الحليب سخن، تمام. فاحنا هنا هم كانوا سخنين اللي هو الدقيق والسمنة، نزلت عليهم بكيلو من الحليب يكون بارد ما يكونش سخن خالص عشان ما يعملش تكتلات معانا. وبنفضل نقلب، ما بنسيبش التقليب خالص عشان ما تعملش تكتلات، وكل ما بنقلب وهي على النار بتلاقوا القوام تقل اهو. كل ما بتقلبي بتلاقيها تقلت اكتر، يعني كل ما بتحطيها على النار اكتر بتتقل اكتر، انتي بتوصلي للقوام اللي انتي عايزاه. بصوا بقى يعني بقت كريمي ازاي. هنا حسيت انها تقلت اكتر من اللازم، فضفت لها حوالي ربع كوباية من الحليب. وبعدين حطينا التوابل بقى، شوية فلفل اسود، شوية ملح، وحطيت مكعب مرقة، ده بيديها طعم حلو قوي برضو. وبنقلب لحد ما المكعب يدوب معايا. مش شرط ان احنا بقى، ما حدش يقول لي اصل ما بنحطش فلفل اسود على البشاميل، ايه هيجرالها ايه يعني،
يجرالها ايه؟ ميجرالهاش اي حاجة يا جماعة، تبقى تحفة جدا. يعني مش شرط اروح اجيب لها فلفل ابيض مخصوص، في ناس ما عندهاش. فخلاص الوصفة هتبوظ مننا، لا خالص. هنا بقى وصفة اختيارية، ان انا حطيت لها شوية من الجبنة الموتزاريلا. ده طبعا بيديها مطة كده، بتبقى زي خيوط كده فيها، بتبقى شكلها حلو قوي. اهو هنقلبها بقى لحد ما الجبنة تسيح كده معاها، تعمل خيوط كده في الاخر. وهنفضل نقلب فيها لحد ما خلاص احس ان الجبنة ساحت. ودي خطوة اختيارية مش اساسية في الوصفة بتاعتنا. تابع معايا وهقولك ازاي بقى هنطلعها ممتازة، زي ما الكتاب بيقول بالظبط فعلا. عملنا البشاميل بتاعنا خلاص، هو كده تمام، والقوام بتاعه كريمي زي ما انتم شايفين، ولا تكتلات ولا اي حاجة خالص. اهو ممتاز. وطبعا وصفة البشاميل ده تعتمدوها في اي حاجة انتوا عايزينها، حتى تنفع في المكرونة بالبشاميل، في اي حاجة انتوا محتاجين بشاميل فيه. هنجيب بقى البايركس بتاعنا، بحط كده شوية بين البشاميل تحت، ما بدهنش زيت خالص ولا سمنة ولا اي حاجة في البايركس بتاعي، او اي صينية طبعا انتوا عايزينها. وهبدأ هنا اجيب الكوسة بقى بعد ما صفيناها في المصفى، نزلت كل السوائل الزيادة اللي موجودة فيها، ودي خطوة مهمة جدا. هو قال ان دي خطوة مهمة جدا، دي اللي هتخليها ما تنزلش معانا مية خالص. يبقى اول حاجة التقطيعة بتاعتها لازم تكون مظبوطة، التشويحة بتاعتها على النار ما سيبهاش لحد ما تتهري. كمان هي بتنزل السوائل بتاعتها، ولما احنا صفينا اول حاجة خالص وقبل ما تستوي وهي نية صفيناها، ده برضو نزل لي السوائل الزيادة بعد الغسيل بتاعها. فدي من الحاجات المهمة اللي بتخلي الكوسة تطلع مظبوطة. حطينا طبعا طبقة من الكوسة زي ما انتوا شايفين، القطع الصغيرة بتاعة الكوسة اللي بتبقى بقى في الاخر خالص دي بحطها في النص في الفراغات، بملى بيها الفراغات. وحطيت طبقة من اللحمة المفرومة، وحطيت كمان طبقة من البشاميل كده. طبعا البشاميل لو تقل معاكم في النص زودوا له شوية لبن على البارد خالص كده، وقلبوا بسرعة بسرعة، هتلاقوه دخل واندمج معاه واشتغلوا عادي خالص. وهنحط طبقة من الكوسة، شايفين شكلها حلو ازاي؟ شكلها حلو قوي. وفي النص بقى في الفراغات كده اللي في النص دي بحط القطع الصغيرة بتاعت الكوسة بتاعتنا اللي بتبقى على الطروف دي. وبعدين هحط بقى طبقة من اللحمة المفرومة. اهو هنا عملتها على 3 طبقات بصراحة، عشان يبقى طبقات كتير وشكلها حلو، وطعمها هيكون احلى. اهو حطينا طبقة من اللحمة المفرومة، وبعد كده هنحط الطبقة الاخيرة بقى، بنرصها بطريقة لطيفة يعني، وطريقة حلوة، مش بطريقة يعني نحطهم كده فوق بعض، لا رصوها احسن، يعني كل ما بنرصها بتبقى شكلها الطف واحسن. واخر حاجة خالص هنحط بقى طبقة من البشاميل. البشاميل اللي انا بحبوش خفيف قوي عشان ما يسقطش مني في تحت خالص، ويبقى الوش ما فيهوش حاجة. فاحنا بنعمل القوام بتاعه وسط زي ما انتوا شايفين، يعني يستحسن ان هو ما يبقاش خفيف قوي عشان تعرفي تحكمي فيه، ويفضل ثابت على الوش، وعامل لك طبقة محترمة. ما بحطلوش بيض طبعا، ما بحطلوش اي حاجة، زي ما انتوا شايفين حطينا الدقيق والسمنة واللبن والتوابل بس خلاص. هنا بقى برضو وصفة اختيارية، يعني خطوة اختيارية سوري، ان احنا حطينا شوية كده من الجبنة الموتزاريلا على الوش. هندخلها بقى الفرن، تكون الفرن بتاعي تحت وفوق عادي خالص، لحد ما تاخد وش حلو معايا، لان كل حاجة مستوية فيها. احنا مثلا هنسخن الحاجات اللي موجودة، وطالعة بألف هنا وشفا، بجد ممتازة، ما نزلتش ميه خالص فعلا زي ما هو قال، ما الراجل ما كذبش علينا. طالعة مظبوطة، من الحاجات الصيفية فعلا اللي طعمها خفيف وحلوة اصلا للقلب. عايزة اقول لكم ان الكوسة مفيدة جدا وحلوة للقلب. الطريقة دي يعني طعمها مختلف عن اي كوسة انتوا عملتوها في حياتكم، ولا كوسة طبيخ بقى، ولا يعني طعمها في حتة تانية خالص. يعني انا لوحدي خلصت نص البايركس اللي انتوا شايفينه ده، ممتازة حلوة جدا، وكمان الولاد هتحبوها. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وكومنت حلو كده زيكم.